السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن شحاتة عاشق الزمالك. هنتكلم النهارده عن قصة وائل ابن الأستاذ غازي. وائل والده الأستاذ غازي هو موظف في إحدى المصالح الحكومية، ووالدته موظفة. جه هو بيروح المدرسة الصبح هو وأخوه كريم. في اليوم ده كانت والدته مش رايحة الشغل، وهي نازلة على طول كانت بتاخد لا مؤاخذة كيس الزبالة معاها بتروح ترميه في المكان. ففي اليوم ده مش رايحة الشغل، فجت قالت له لو سمحت يا وائل وأنت نازل قبل ما تركب العربية مع عمو عماد خد الكيس الزبالة حطها في المكان اللي بيترمى فيه أكياس الزبالة. قال لها حاضر يا ماما. المهم وائل خد الكيسة وخد كريم أخوه نازلين. فهو بقى ما راحش رماها زي ما ماما والدته قالت له، قام جاي راميها في البيت اللي قصاد منهم على طول بتاع عم سعيد. طبعا وائل مش في دماغه حاجه بقى، ولا يتسبب في مشكله ولا اي حاجه. فالمهم هو سابه ومشي وراح كده ركب العربيه مع عمو عماد اللي هو السواق اللي بيوصله من المدرسه هو وكريم، ومشوا. شويه نازل مين عم سعيد لقى كيسه زباله عنده جنب البيت، فقعد يزعق ويصار شويه كده وقعد يزعق وبتاع. فالمهم عم مجدي الجار التاني كان شايف الواقعه بتاعت وائل، فنزل بالراحه كده قال له يا حاج سعيد اما يجي الاستاذ غازي هنكلمه بالراحه عشان خاطر الولد وائل ابنه هو اللي حاطط الكيسه. فعم سعيد قعد يزعق شويه وبتاع وكده، والكاميرات كمان كان جايبه وائل وهو بيرمي اللي جنبهم يعني. قال له طب اما يجي الاستاذ غازي وبتاع. فالمهم عدى الوقت، جه الاستاذ غازي بقى جه من الشغل قابله عم سعيد. فعم سعيد بيكلمه بيقول له ينفع ابنك وائل رمى الكيسه جنب البيت؟ رد الاستاذ غازي قال له احنا ما بنرميش حاجه في حته ولا بنأذي حد ولا الكلام ده كله، وبنرمي وحتى يعني زوجتي هي اللي بترمي الحاجه وكده، بس هي كنا ما راحتش الشغل الولد فقالت له، وبعدين بيرمي في المكان اللي هو فيه اكياس الزباله. قال له لا هو اللي رميها وبتاع. قام جاي الاستاذ مجدي بقى، عم مجدي نزل خد الاستاذ غازي على جنب، قال له لو سمحت يا استاذ غازي كده كلمه، خده على جنب قال له ابنك وائل اللي رمى كيسه الزباله، وكمان انا اللي شايفه والكاميرات اللي هنا عاملاه. الاستاذ غازي بصراحه تفهم الموقف وعرف ان وائل ابنه هو اللي تسبب له في الموقف المحرج ده. قام جاي رايح عند عم سعيد وقام جاي مطيب بخاطره وصالحه وقال له ما تزعلش منه، وانا لما يجي هضربه. انا ما كنتش اعرف وخدتش بالي من اللي هو اللي عمل كده، فلما يجي من المدرسه هضربه. قال له لا ولا تضربه ولا تعمله، بس فهمه الخطا اللي هو عمله. طلع وكده. لما وائل جه من المدرسه خد بعضه وقام جاي والده جاي بيزعله وبيضربه. قال له انا كنت مستعجل عشان خاطر ما تاخرش على عم عماد، فرميتها على طول كده وقمت جاي طالع راكب العربيه. لقيت والدته قالت له مش انا قلت لك انا مش عارف انزل النهارده فهقعد احطها في المكان؟ قال لا ايوه يا ماما انت قلت لي حضرتك، بس انا خفت اتاخر على عم عماد فعملت سبتها في المكان وطلعت جريت وركبنا العربيه ومشينا. قالت له انت تسببت في مشكله دلوقتي ووالدك زعق مع عم سعيد وكانت حصلت مشكله. قال لي انا اسف ومش عارف وبتاع. والده زعل منه فعاوز بقى يصالح والده. والدته قعدت زعلت له انت كده زعلت والدك وزعلتني وزعلت تيتا وزعلت الناس كلها وزعلت عم سعيد وكمان ربنا هيزعل منك. ينفع اللي انت عملته؟ قال لا يا ماما انا اسف. وقعد يتحايل عليها كده وبتاع ان امه عاوز يخش يصالح والده. فقال له طب شويه كده. المهم شويه قام جاي راح يصالح والده قال له مش هعمل كده تاني. وهو بقى رجع لوالدته تاني قال لها بكره ان شاء الله انا اللي هاخدها ارميها وهرميها في المكان بتاعها. قالت له لا انا قال لا بعد اذنك وكده. فالمهم تفهمت الموقف قالت ماشي. فبالفعل جه وائل تاني يوم خد الكيسه وقام جاي راح رميها في المكان المعدل. بالصدفه عم سعيد كان بيجيب فطار الصبح وهو جاي لمح وائل بيرمي فين في المكان معاه. قام جاي داخل عليه مسلم عليه قال له ازيك يا وائل؟ ازيك يا عم سعيد والكلام ده وما تزعلش مني. قال له انا زعلان منك بس انت كده كويس ان انت كده. وائل رمى في البتاع وطلع بقى. وائل الموقف ده عم سعيد بقى فرحان بيه قوي، طلع فوق لوالدته او والده قبل ما يروحوا لما كانوا بقى جوهم وكده، جه من المدرسه وكان والده جوه والكلام ده كله. فهو بقى فرحان فطلع قال لهم انا رميت البتاع في الكيسه في المكان بتاعتها وعم سعيد شافني وسلم عليا وطبطب عليا وقال لي انت كده كويس وربنا يحبك ان انت ما تاذيش حد والكلام ده كله. قاموا جايين فهو فرحان قوي بالموقف يعني. ف
جه والده طبطب عليه، ووالدته قالت له شفت لما بتعمل حاجه كويسه الناس كلها تحبك وانا احبك وبابا يحبك وتيتا وجده وكل الناس يحبك والناس يحبوك. وائل بقى فرحان قوي. المهم هو بقى لما راح المدرسه في اليوم دوت حكى لهم بقى، قال لهم انا كنت واحنا بنجري في المدرسه برضه كنا بنزق بعض ومش عارف ايه وبتاع. قال لهم بسبب الموقف بتاع امبارح انا قلت مش هعمل حاجه غلط تاني، ولا هعمل وش ولا مشاكل ولا اي حاجه، ولا تزعلني ولا تزعل حد ولا حاجه ان انا اسبب لكم في مشكله او في اي مشاكل. قعد يحكي لهم بقى اللي كنت يعني ايه مش هعمل حاجه ايه كويسه مش هعمل حاجه وحشه في المدرسه وابقى كويس وابقى الكلام ده كله. والدته بقت فرحانه قوي ووالده بقى فرحان ان هو حاجه كويسه. ودماغه يعني هو كان شقي شويه، بس الموقف ده اثر في وائل قوي، ووائل يعني اتغير مساره من مسار ان هو كان ممكن يبقى يطلع طفل شقي لطفل طيب جدا، يعني بقى بيعمل حاجات مواقف. الموقف البسيط اللي هو عمله اثر معاه، فبقى يعمل مواقف كويسه عشان ايه؟ حاول يسمع كلمه طيبه، حد يضحك ومش عارف الكلام ده كله. فهي الحاجات بتبقى مواقف. عم سعيد لما كلم وائل بقى فرحان بالكلمتين، او راح قال لوالده ووالدته بقى فرحان، قال لهم مش هعمل حاجه ايه غلط انا وابقى كويس عشان خاطر الحاجات الكويسه ربنا يحبني وانتم بتحبوني والناس الجيران بيحبوني كمان والمس في المدرسه او المستر برضه بيحبوني، فمش هعمل حاجه او اي موقف وحش ولا اي موقف غلط تاني. وقام جاي والده كده وصلحوه كده وبقى فرحان قوي. واللي بنتفهمه وعاوزين نطلع منه من موضوع وائل ان وائل يعني حد جاي من مسار وكان هيروح لمسار الشقاوه والكلام ده كله لمسار الايه الطيبه والجدعنه والتحدث والحاجات دي. نتمنى من كل الاطفال ان هم ايه يقلدوا وائل. الحد بيعمل حاجه صح فنقلده، اما الحد لما يكون في حد بيعمل حاجه خطا يا ما نقلدوش، او ممكن ايه ان احنا نفهمه ان هو بيعمل كده غلط ويطلع من الغلط للصح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسن شحاته عاشق الزمان.